في سؤال عايزك تجاوب عليه بينك وبين نفسك. انت كانت آخر مرة قعدت 30 دقيقة كاملة من غير ما تمسك موبايلك؟ لو خدت وقت عشان تفتكر فدي مشكلة، ولو مش فاكر أصلا فدي مشكلة أكبر. لأن الحقيقة الصادمة هي إن في حاجة بتسرق انتباهك كل يوم وكل ساعة ويمكن كل دقيقة. مش شخص ومش منظمة سرية، لكن نظام كامل متصمم عشان يخليك مشتت وما تبقاش قادر تركز وما تبقاش قادر تفكر بعمق وما تبقاش قادر تحقق اللي نفسك فيه. تخيل إن في حرامي عايش معاك في أوضتك، بيصحى قبلك وبينام بعدك وبيمشي وراك في كل مكان. الحرامي ده مش بيسرق فلوسك ولا عربيتك ولا ممتلكاتك، هو بيسرق أخطر حاجة ممكن يمتلكها إنسان: انتباهه. والأسوأ من كده إن معظم الناس مش عارفة أصلا إنها بتتسرق. كل مرة تفتح فيها الموبايل عشان تشوف إشعار واحد وتلاقي نفسك بعد نص ساعة بتتفرج على فيديوهات عشوائية، الحرامي ده بيكسب. كل مرة تقعد تذاكر أو تشتغل وبعدين فجأة تلاقي نفسك فاتح تطبيق ملوش أي علاقة باللي كنت بتعمله، الحرامي ده بيكسب. وكل مرة تنام آخر اليوم وانت مرهق رغم انك تقريبا ما انجزتش حاجة مهمة، الحرامي ده بيكسب برضه. لكن السؤال الحقيقي هو ازاي وصلنا للحالة دي؟ هل احنا بقينا أضعف من الأجيال اللي قبلنا؟ هل إرادتنا بقت أضعف؟ الحقيقة لا، الموضوع أكبر من كده بكتير. احنا عايشين في أخطر معركة في العصر الحديث، معركة على انتباهك. شركات التكنولوجيا العملاقة بقت بتتعامل مع انتباهك كأنه منتج. كل ثانية بتقضيها على الشاشة بتساوي فلوس، وكل دقيقة زيادة بتقضيها على التطبيق تعتبر مكسب ليهم. عشان كده آلاف المهندسين وعلماء النفس بيشتغلوا ليل ونهار على سؤال واحد: إزاي نخليه يفضل موجود دقيقة كمان؟ إزاي نخليه يفتح التطبيق مرة تانية؟ إزاي نخليه يرجع حتى لو كان ناوي يقفله؟ وفجأة بقى الموبايل اللي في إيدك أذكى من أي وقت فات. عارف أنت بتحب إيه، وعارف إمتى تمل، وعارف إمتى يديك جرعة إثارة جديدة تخليك تكمل. المشكلة إنك مش داخل معركة عادلة أصلا، أنت داخل معركة ضد شركات ميزانيتها بالمليارات وبيستخدموا فيها أحدث ما وصل إليه علم النفس وعلم الأعصاب. لكن قبل ما نكمل في حاجة مهمة لازم تعرفها. لو انت من الناس اللي فعلا عايزة تستعيد سيطرتها على وقتها وعقلها، اشترك في القناة دلوقتي، لأن المحتوى اللي بنقدمه هنا مش مجرد كلام تحفيزي. احنا بنحاول نفهم مع بعض ازاي نعيش بشكل أفضل في زمن بقى كل شيء فيه بيحارب تركيزنا. دلوقتي خلينا أسألك سؤال تاني. هل لاحظت انك بقيت أقل صبرا؟ انك مش قادر تتفرج على فيديو طويل أو تقرأ كتاب كام صفحة ورا بعض أو تركز في مهمة واحدة من غير ما تحس برغبة انك تفتح الموبايل؟ لو إجابتك أيوة فأنت غالبا بتعاني من حاجة اسمها بقايا الانتباه، ودي واحدة من أخطر الحاجات اللي بيعملها التشتت في دماغنا. ببساطة كل مرة تسيب مهمة وتروح لمهمة تانية، جزء من انتباهك بيفضل متعلق بالمهمة الأولى. يعني لما توقف شغلك عشان ترد على رسالة، انت مش بترجع للشغل بنفس التركيز، وجزء من طاقتك الذهنية بيفضل ضايع. كرر العملية دي عشرات المرات في اليوم وهتفهم ليه بتنام مرهق وليه بتحس ان يومك راح من غير انجاز حقيقي. لكن التشتت مش بيظهر مرة واحدة، بيظهر في صورة اعراض صغيرة، اعراض اغلبنا بقى متعود عليها. اول عرض انك تفضل تقلب في الفيديوهات القصيرة لمدة ساعة كاملة ولما تخلص ما تفتكرش تقريبا اي حاجة شفتها. تاني عرض انك بقيت تواجه صعوبة في التركيز العميق، حتى قراءة كام صفحة من كتاب بقت مهمة صعبة. أما العرض الثالث فهو أخطرهم كلهم: وهم تعدد المهام. الفكرة اللي بتقولك إنك تقدر تعمل 5 حاجات مع بعض. الحقيقة إن عقلك مش بيعمل 5 حاجات، هو بينط بينهم بسرعة، وفي كل نقلة بيفقد جزء من كفاءته. طيب لو عرفنا المشكلة، إيه الحل؟ الحل مش سحري لكن فعال جدا. أول خطوة: اعمل مناطق ممنوعة على الموبايل. أوضة النوم، السفرة، وأول ساعة بعد ما تصحى. خلي الأماكن دي مقدسة، من غير شاشات،
من غير إشعارات، من غير ضوضاء رقمية. تاني خطوة، ابدأ جلسات العمل العميق. 90 دقيقة، مهمة واحدة بس. مفيش تنقل، مفيش إشعارات، مفيش موبايل جنبك. اعتبرها جلسة تدريب لعقلك. كل مرة تنجح فيها عضلة التركيز عندك بتقوى. أما الخطوة الثالثة فهي قاعدة ال5 ثواني. أول ما تحس إنك عايز تسيب اللي في إيدك وتمسك الموبايل، عد بالعكس: 5 4 3 2 1، وارجع فورا للشغل. قد تبدو بسيطة، لكنها فعالة بشكل مدهش، لأنها بتمنع عقلك من الاستسلام للرغبة اللحظية. وفي النهاية لازم تفهم حقيقة مهمة جدا: في الماضي كانت القوة في العضلات، بعدها بقت في المال. أما النهاردة فالقوة الحقيقية بقت في القدرة على التركيز. الشخص اللي يقدر يتحكم في انتباهه يقدر يتعلم أسرع ويشتغل أفضل ويحقق نتائج أكبر، بينما الشخص اللي بيسيب العالم يسحب انتباهه في كل اتجاه هيفضل طول عمره بيبني أحلام غيره بدل ما يبني حلمه هو. والآن عايز منك إجابة صريحة جدا: لو كان لازم تضحي بتطبيق واحد على موبايلك للأبد عشان تسترجع تركيزك وحياتك، هيكون إيه التطبيق؟ اكتب اسمه في التعليقات، وخلينا نشوف مين مستعد فعلا يبدأ المعركة من النهاردة.